العربي كله، ولها آلاف المريدين حرفيا، من ديانة سرية تمارس بالخفاء لانتشار مرعب ومخيف لها، يطعنون أنفسهم بالسكاكين في احتفالات جماعية، يأكلون الزجاج ويفعلون أشياء مرعبة في طقوس غريبة وعجيبة. قائدهم مليونيرا وتزوج من أجمل فنانات العرب وسوريا، وجعلها تعتزل الفن، وستتفاجأ حينما تعلم أن قائدهم وشيخهم الأكبر ليس كما تتصوره، فهو مختلف عن أي قائد ديني تتوقعه. فما هي قصة هذه الديانة الغريبة؟ ومن هو زعيمها؟ ومن هي زوجته الجميلة؟ في مدينة السليمانية في شمال العراق ستجد مقر الطريقة الدينية المقدس والرئيسي لها، وهي الطريقة العلية القادرية الكسنسانية. وتنسب هذه الطريقة لسيدنا علي بن أبي طالب وللشيخ عبد القادر الجيلاني، أحد أشهر شيوخ الطريقة الصوفية. واليوم يرأس الجماعة الدينية شمس الدين نهرو محمد كسنساني، ولقب الكسنسان تعني سلطان الغيب أو لا يعلم حقيقته أحد، حيث إن أحد شيوخ الطريقة قديما قرر اعتزال الحياة العامة تماما لسنوات طويلة في جبال السلمانية في العراق. وحينما كان يسأل المريدين عنه وعن مكانهم، يردون عليهم بكسنسان في اللغة الكردية، أي لا نعلم حقيقته أو مكانه. والكاسنزان هم مسلمون تابعون للسنة وليس للشيعة، بالرغم من تقديس سيدنا علي بن أبي طالب بطريقة خاصة. والنسبة العظمى من الكسنسان من الأكراد. الشعائر الغريبة والمرعبة. شعائر الأكراد غريبة جدا وتتخطى الشعائر التي نراها في الاحتفالات الشيعية، فتبدأ الاحتفالات والمناسبات الدينية الخاصة بهم بالرقص والغناء والابتهال على أنغام طبل الدفوف. يربون شعرهم ويرقصون وهم يتمايلون به للأمام وللخلف. ثم تبدأ إظهار الكرامات بشكل مخيف، حيث يأكلون الزجاج ويطعنون أنفسهم بالسكاكين، والسياخ تخرق أجسادهم من جهة إلى أخرى. يجلبون الأفاعي ويجعلوها تلسعهم، ويأكلون الجمر المحترق، ويمشون وينامون عليه، ويضعون أسياخ حديدية في خدودهم ليخترق الخد الآخر، ويقولون إن هذا لإثبات التجلي الإلهي، ويقرؤون الآيات القرآنية لمنع النزيف أو الموت وحتى الألم. حسب ادعائهم هذه من معجزاتهم. رجلا تزوج عدة مرات، ولكن أشهر زوجاته هي الفنانة السورية نورمان أسعد، وبعدها اعتزلت نورمان التمثيل وأنجبت 3 أولاد منه، ولمدة 13 عاما اختفت تماما عن الإعلام. شيخ القبيلة هو شيخ مقدس يورث القيادة لأبنائه وأحفاده كالملوك، ولا يجوز معارضته، وإلا سيكون مصيره العقاب في الدنيا والآخرة. وما ترونه على الشاشة هو شيخ الطريقة الحالية شمس الدين نهرو محمد كسنساني، فهو ولد في كاركوك، يحمل الدكتوراه من أحد أعرق جامعات إنجلترا، ويتحدث الإنجليزية والفرنسية والإسبانية بطلاقة تامة، وبالإضافة للعربية والكردية. استلم رئاسة الطريقة منذ 2 فقط بعد وفاة والده بثراء فاحش. له 3 طائرات خاصة وقصور حول العالم وممتلكات لا حصر لها، وعلى علاقة قوية جدا مع حكومة أمريكا ومع الرئيس السابق دونالد ترامب. وسبق أن أقام في فندق ترامب لشهور طويلة، حيث يصل سعر السويت في برج ترامب إلى 20,000 دولار يوميا، أي 600,000 دولار شهريا، أي أنه صرف ما يقارب 4 ملايين دولار أثناء إقامته هناك. أفكاره الصادمة بالرغم من ما تراه من كرامات وابتهالات ورقص واحتفالات، إلى أن أفكار شمس الدين نهرو صادمة، فهو علماني ويرى ضرورة فصل الدين عن الدولة،
ولذلك تكرهه إيران بشدة، ويطمح أن يكون رئيس للعراق في وقت ما، حيث كان أخاه ملاس وزير عام 2014.